في ناس بتقول إن الأحلام والرؤى ده شيء مش مهم إن احنا ناخد بيه، إنها مجرد أحداث محتفظ بيها العقل الباطن بيفرغها أثناء النوم، مش حكاية يعني. بس على ما أظن إن بعد الفيديو ده هتغير رأيي. وأول حاجة مكنة الخياطة، نستخدمها لحد يومنا هذا ومسهل علينا كتير، واللي ما كانتش موجودة طبعا قبل القرن ال19. وكانت الناس بتاخد وقت طويل جدا في خياطة الملابس بالخيط والإبرة، عشان يقرر إلياس هاو اختراع مكنة الخياطة في 1945. كان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان اختراعه ينجح، لكن كان كل مرة يقابل مشكلة تقنية تخلي المكنة ما تخيطش، لحد ما جه اليوم اللي حلم فيه إن في مجموعة من أكلين لحوم البشر قبضوا عليه وخيروه يا إما يخترع مكنة خياطة أو يقتلوه. لكن هو حتى في الحلم فشل إنه يشغل مكنة الخياطة عشان ينفذوا فيه حكم الإعدام، لكن هو لقى الرمح اللي كانوا بيغرسوه في جسمه في نهايته فيه ثقب صغير. فلما صحي من النوم عرف إن المفروض الثقب ده يعمله في الإبرة اللي في مكنة الخياطة عشان ينجح الاختراع، وفعلا المكنة اتخيط. يعني انت يا حاج ما لاحظتش ده خالص في الإبرة اللي كنتوا بتخيطوا بيها؟ لا فعلا دماغ مخترعين. أما بقى الحمض النووي أو الدي إن إيه فده جه عن طريق حلم برضه، وده بعد ما حلم جيمس واتسون بتعابين ملفوفة على بعض من أولها لآخرها زي سلسلة الحمض النووي اللي احنا بنشوفها دي. واللمحة دي كانت الباب اللي دخل منه لاكتشاف الحمض النووي. دي ناس بتتلكك عشان تكتشف والله. أما بقى حلم السيدة والكر فده خليه على جنب لوحده. والسيدة والكر دي كانت أول سيدة مليونيرة أمريكية سوداء البشرة، لكن قبل ما تبقى مليونيرة شافت منام لراجل اسود قال لها على خلطة جديدة عشان ترجع شعرها اللي وقع، عشان تقوم من النوم وتجرب الخلطة فعلا وتلاقيها نجحت، وباعت الخلطة وكمان صنعت مستحضرات تجميل جابت لها ملايين الدولارات. ايه الناس اللي حظها في رجليها دي؟ امال احنا ما بيجيلناش الاحلام دي ليه؟ والرؤى والاحلام ما وقفتش عند الاختراعات والاكتشافات بس، كمان حذرت ناس ونبأت ناس تانية بموتها، زي هتلر مثلا اللي كان نايم في خندق من الخنادق اثناء الحرب العالمية التانية، وحلم ان وحدته العسكرية الارض بلعتها. قام من النوم مفزوع ومشي بعيد عن الخندق اللي كان نايم فيه، وكان عمال يفكر في الحلم الغريب ده، لكن لما رجع لقى ان في قذيفة سقطت على اصحابه في الخندق اللي كانوا فيه وماتوا كلهم. استريك عمر يا ابن المحظوظة. اما بقى ابراهام لينكولن شاف منام قبل ما يغتيل بايام ان في صوت بكاء وعويل شديد في البيت الابيض، فقعد يدور على مصدر الصوت لحد ما لقى غرفه من الغرف هي مصدر الصوت عشان يفتح الباب ويلاقي جثته مع مجموعه من المشيعين، عشان فعلا وبعدها بايام قليله يغتيل ابراهام لينكولن. وده ان دل عن شيء يدل ان الرؤى دي رسائل من ربنا ما ينفعش نستهين بيها. وخلاصة الحكاية ان الرؤى الصادقة مش شرط تكون للصالحين او المسلمين بس، وممكن تكون رسالة من رب العالمين لنفع البشرية حتى لو على ايد شخص غير مسلم.